يبدأ المشهد الأول من قصة الفيلم مع طالب الحقوق جين هونغ في طريقه إلى منزله في يوم ماطر، ثم رأى والدته على الجانب الآخر من الشارع، وبينما كان على وشك العبور إليها اتصل به صديقه. رد على الهاتف وأبطأ من سرعته. لم ينتبه لسائق الدراجة النارية المسرع نحو والدته. أمسك سائق الدراجة بحزام حقيبتها وحاول انتزاعه، لكنها قاومته ورفضت ترك حقيبتها وسحبت عدة أمتار على الأرض. حينها فقد اللص السيطرة على الدراجة وسقط من عليها. بكل غضب أخرج سكينا وطعن المرأة عدة مرات، ثم أسقط السلاح واختفى من المشهد. التقط رجل آخر السكين، لكن عندما لاحظ جين هونغ والدته ملقاة على الأرض ذهب مسرعا إليها واحتضنها وبدأ يبكي ويصرخ، غير مدرك بعد أنه لا يوجد ما يمكن فعله لها. بعد فترة أقيمت الجنازة. أثرت هذه الحادثة بشدة على شقيقة جين هونغ. مرت 7 سنوات. أصبح جين هونغ مدعيا عاما. رغم صغر سنه يعرف عنه نزاهته وقسوته على المجرمين، وهو أمر لا يقدره جميع زملائه. لكن جين هونغ يؤمن بأن العدالة أهم من المال. بعد جلسة استماع في المحكمة يرى 11 مكالمة فائتة من أختي. عندما يتصل بها تخبره بشيء لا يصدق. والدتهما عادت وهي جالسة بجانبها تشاهد التلفاز. في طريقه إلى المنزل يتصل جين هونغ بطبيب لترتيب العلاج، مشتبها في أن دوائها قد توقف عن العمل. لكن عندما يصل يرى والدته بالفعل على قيد الحياة وبصحة جيدة. ما إن تراه تسرع إلى المطبخ لتعد له الطعام، مدركة أن ابنها الحبيب جائع لا محالة. فجأة يدخل قس محلي مع عدد من أبناء الرعية الذين سمعوا بالمعجزة، يصلون ويرحبون بالمرأة بفرح. يسأل البعض إن كانت قد رأت المسيح وكيف يبدو. يحاول جين هونغ تذكيرهم بوفاة والدته. في تلك اللحظة تستدير إليه وتهاجمه بسكين. يتلقى القس الضرب بينما يكبح آخرون جماح المرأة لمنعها من إيذاء ابنها، ثم تبدأ بتدمير كل ما حولها. يغطيها الناس ببطانية مما يشل حركة المرأة المذعورة. لاحقا ينقلها المسعفون إلى عيادة، ويلحق بها على الفور ضباط من الشرطة والأمن الوطني. يحضر جين هونغ ويعلم أن حالات مماثلة حدثت حول العالم. ضحايا جرائم قتل لم تحل عادوا إلى الحياة. يشرحون كيف ماتوا ويكشفون عن مكان دفن جثثهم، والأهم من ذلك يطاردون قاتليهم ويقتلونهم، ثم تختفي جثثهم في النيران. لا تظهر هذه الضحايا العائدة إلى الحياة إلا بعد نجاة القاتل من العقاب. بدأ الشهود ينادونهم بهذا الاسم. والدة جين هونغ هي أول ضحية تعود إلى الحياة في كوريا، لكنها اليوم عادت وهاجمت ابنها. هذه الحقيقة الصادمة تلفت انتباه الضباط. الآن يصبح جين هونغ المشتبه به الرئيسي في تدبير جريمة القتل. في مشهد آخر نشاهد وصول امرأة تدعى لي سو، وهي طبيبة نفسية إلى كوريا، لكن جين هونغ يرفض ترك القضية تفلت من سيطرته ويبدأ التحقيق بمفرده. يكشف أحد ضباط المخابرات أنه حتى الآن لم يعثر سوى على 89 ضحية من بين الأموات حول العالم. تعلم لي سو أن جين هونغ يطالب دائما بعقوبة الإعدام في المحكمة، كما تكتشف أن جميع ملفات قضية وفاة والدته بحوزته فقد طلبها منذ سنوات، ويجري تحقيقا خاصا منذ ذلك الحين. يبدو هذا الأمر مريبا للمحققين. يوضح جين هونغ أن القضية كانت مليئة بالتناقضات منذ البداية. بناء على تسجيلات كاميرات المراقبة خلصت الشرطة إلى أن الجاني واحد فقط، وأن الحمض النووي للضحية عثر عليه على يديه. لكن جين هونغ عثر على شاهد آخر ادعى وجود شخصين في مكان الحادث، وقدم وصفا لا يتطابق مع المشتبه به. كما اتبع جين هونغ الدراجة النارية وحدد هوية المجرم، وأنه صيني مطلوب للعدالة دفع ببطاقة صينية، وكانت لهجته ملحوظة. كان لدى الرجل 3 سرقات بدراجات نارية، ولكن بعد 45 يوما انتشلت جثته من النهر. تطابق حمضه النووي مع الأدلة التي عثر عليها في موقع الحادث، فاستنتجت الشرطة أن القاتل قد مات. مع ذلك لم يكن القتيل صينيا. تتبع جين هونغ جميع من غادروا إلى الصين وطلب القائمة من الانتربول. لكن أغرب ما في القضية هو أن جين هونغ تلقى مبلغا كبيرا من تأمين حياة والدته، مما أثار الشكوك في أنه ربما يكون قد دبر الجريمة بنفسه. تشتبه لي سو في أن هذا هو سبب أخذه ملف القضية للتستر على تورطه. تطلب عناوين الشهود وسجل مكالماته من ذلك اليوم. يتذكر جين هونغ كيف كانت والدته ترحب به دائما في المنزل وتعد له طعاما لذيذا.
يتذكر كيف كان يطلب منها المزيد من المال باستمرار لأنه كان طالبا في المدرسة ولم يكن قادرا على إعالة نفسه، وكانت دائما تبذل قصارى جهدها لإرضائه. يتذكر اليوم الذي تسكع فيه في الشارع مشتتا بمكالمة هاتفية فارغة، وهو ما أدى في النهاية إلى وفاة والدته بين ذراعيه. لاحقا اتصل بأخته التي كشفت له أنها تخطط لأخذ والدتهما إلى تايلاند، ثم اعترفت لزوجها بأن والدتهما كانت تظهر لها كثيرا في أحلامها وتطلب منها دائما الحفاظ على ممتلكاتها لأنها ستعود قريبا. وهذا ما حدث بالضبط. في هذه الأثناء زار ضابط المخابرات وجين هونغ والدته، كانت فاقدة للوعي ويبدو أنها في غيبوبة. أشار الضابط إلى أن الله يسمح للضحايا بالعودة سعيا للعدالة. إذا اكتشف الناس الأمر فقد يؤدي ذلك إلى فوضى. اندهش جين هونغ مشيرا إلى أن الإنترنت مليء بمثل هذه الفيديوهات. يذكره الضابط بوجود العديد من فيديوهات الأجسام الطائرة المجهولة، لكن لا أحد يصدقها أيضا. مع ذلك يشك جين هونغ في أن وكالة الاستخبارات تعرف كل ضحية من ضحايا إعادة الحياة. لابد أن هناك من فشل في الانتقام. يطرح نظرية مفادها: إذا لم تقضي عليه والدته فهذا يعني أن شخصا آخر هو القاتل الحقيقي وستلاحقه هي لاحقا. في هذه الأثناء تصل لي سو ومساعدتها إلى منزل شقيقة جين هونغ. تخبرها الشقيقة أن والدهم توفي عندما كانوا أطفالا، وأن والدتهم كانت تقود شاحنة لإطعام الأسرة. كان جين هونغ في مراهقته متهورا ويقضي ليالي في الحانات بينما كانت والدته تعيله ماليا. تعترف بأن عملاء الاستخبارات زاروهم بالفعل وصادروا كل ما يتعلق بالأم التي أعيدت للحياة. كانت تتناول أدوية نفسية لسنوات، مع أن شقيقها لا يدمن الكحول، إلا أنه يلقي باللوم على نفسه في وفاة والدتهم ويحاول أن يلبي توقعاتها. في الوقت نفسه يتوجه جين هونغ والمحقق إلى الحي الصيني بعد تلقيهما بلاغا عن وصول هارب فور إلى الصين قبل 7 سنوات. يدفع المدعي العام ثمن المعلومات ويحصل على عنوان المشتبه به. تعلم لي سو بذلك وتأمر بمراقبة المدعي العام. يصل جين هونغ إلى منزل المشتبه به ويخدعه ليفتح الباب. يهاجمه الرجل لكنه يدرك أنه لا يستطيع التغلب عليه فيحاول الفرار. يطارده المدعي العام في الشوارع. بعد مطاردة طويلة يتدخل فريق لي سو ويلقي القبض على المشتبه به. عندما يخرج جين هونغ من الزقاق يرى فجأة فتاة صغيرة تبدو غير منزعجة من المطر وتحدق به باهتمام. بالعودة إلى قسم الاستخبارات يصل زملاء من وكالة المخابرات المركزية لمشاركة بيانات جديدة. يتضح أن الضحايا العائدين من الموت ينتقمون بالقرب من مكان مقتلهم. يظهرون أثناء العواصف الممطرة لأن أجسادهم تتكون من 90% من الماء، ومستويات الحديد لديهم أعلى بكثير من مستويات البشر الأحياء. عندما نفذوا انتقامهم ثارت عاصفة مغناطيسية قوية واشتعلت النيران فيهم، لكن الحالة الكورية فريدة من نوعها. عادت المرأة لكنها لم تنتقم. حاولوا استجواب والدة جين هونغ. اعترفت بأنها عادت للانتقام لموتها. لم يقتلها ابنها بل تسبب في وفاتها. ثم نطقت باسم رجل. في هذه الأثناء أكد جين هونغ أن الحمض النووي للرجل الذي أسره اليوم يطابق العينة الموجودة على يد والدته. تستجوب لي سو المشتبه به لكنه يرفض الاعتراف بجريمة القتل. علمت السلطات الكورية أنه مطلوب في بلده الأصلي بتهمة ارتكاب جريمتي قتل. إذا رحل فسيعدم خلال 2 شهر، لكن في كوريا قد يقضي عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن قبل تنفيذ عقوبته. فجأة دخل جين هونغ الغرفة، وبينما أبلغت لي سو أن المرأة التي عادت للحياة كانت لديها بوليصة التأمين، بدأ المدعي العام استجوابه الخاص. اتضح أنه في يوم تفعيل التأمين توفي رجل وابنته في حادث مروري. وقع الحادث في نفس المنطقة التي كان يسكنها جين هونغ وعائلته. اعترف القاتل أخيرا لجين هونغ بوجود رجل غريب آخر في مسرح الجريمة. استمر في ضرب المرأة حتى بعد توقف المهاجم، لكن المشتبه به لم يستطع الإدلاء بالمزيد، إذ وصل عملاء المخابرات فجأة واقتادوه رغم اعتراضات المدعي العام. لم يعثر على المعتدي الثاني، وجرى تزوير نتائج الطب الشرعي. في هذه الأثناء تكتشف لي سو أن والدة جين هونغ اشترت بوليصة التأمين بنفسها، لكنها طلبت عدم إخبار ابنها. انتقل خبير الطب الشرعي الذي عمل على القضية قبل 7 سنوات إلى الولايات المتحدة. بدأت تشك في أن حادث السيارة الغريب مرتبط بطريقة ما بوفاة الأم، ولكن كيف؟ في جميع أنحاء العالم
يصف شهود عيان كيف اشتعلت النيران في الضحايا العائدين من الموت واختفوا أمام أعينهم. لاحقا نقل المشتبه به إلى غرفة والدة جين هونغ في المستشفى. فتحت المرأة التي كانت في حالة أشبه بالغيبوبة عينيها، مع تعطل المعدات الطبية نهضت وسارت نحو الرجل، وبحركة واحدة كسرت رقبته ثم انهارت. ينتقل بنا مشهد القصة إلى ما قبل 7 سنوات، عندما ساعده خبير الطب الشرعي وضابط شرطة في إلقاء جثة المشتبه به في النهر، حيث عثر عليها لاحقا، مما دفع السلطات إلى استنتاج أنها كانت وفاة طبيعية. يرجع بنا المشهد في الوقت الحاضر، حيث يتعقب جين هونغ خبير الطب الشرعي، لكنه يرفض الإجابة على أي أسئلة، مصرا على أن القضية قد أغلقت. في هذه الأثناء تري لي سو شقيقة المدعي العام صورة لفتاة صغيرة توفيت قبل 9 سنوات، توضح أن والدتها أعطت في السر مبلغ تأمين حياتها لوالد الفتاة الذي توفي أيضا في حادث السيارة. فجأة يظهر تسجيل من كاميرا مراقبة يظهر أن هذا الرجل هو من قضى على والدة جين هونغ. يتبين أنه هو أيضا ضحية بعثت من الموت وعاد من بين الأموات لينتقم لموت بقتلها، ومثل الآخرين اشتعلت فيه النيران لاحقا. يبدو أن الأم كانت مسؤولة عن الحادث الذي أودى بحياة الرجل وابنته، ولكن لسبب ما نقلت إحدى الجثث إلى مكان آخر. كانت قد انتقمت بالفعل من الرجل الصيني الذي هاجمها، ويبدو الآن أنها ستختفي قريبا. في تلك اللحظة أبلغ جين هونغ أنهم تعرفوا على اسم الضابط الذي كان في الخدمة ليلة وفاة الرجل وابنته. استقال بعد ذلك بوقت قصير، لكن لي سو وصلت إليه أولا لتجد رسالة وداع على مكتبه بجانب جثته الهامدة. أعطت الرسالة لجين هونغ واعترفت بأنها كانت تشك فيه، ففي النهاية تردد عند معبر المشاة ذلك اليوم كما لو كان ينتظر هجوما على والدته. قرأت جين هونغ الرسالة. يتذكر الضابط كيف استجاب للنداء قبل 9 سنوات. كان الأب ثملا والابنة مرعوبة، لم يستطع التدخل فغادر. لاحقا جاءت والدة جين هونغ وعرضت عليه رشوة وتوسلت إليه أن يلقي عليها باللوم في سرقة شاحنة. وافق. في صباح اليوم التالي عثر على جثة الفتاة. خوفا من العواقب أخفى الأمر، لكن الفتاة الميتة بدأت تطارده في أحلامه. انتحر متهما جين هونغ بالجاني الحقيقي، رغم أن جين هونغ لا يتذكر شيئا. يحاول جين هونغ أن يفهم فيتصل بأخته، تقول أن الشرطة تشتبه في أنها ووالدتهما قتلتا شخصا ما تلك الليلة، لكنها غير متأكدة. ذكره صديق بأنه كان ثملا حتى فقد وعيه وهرب. في الحانة بدأ جين هونغ يتذكر. كان ثملا وتعثر في الخارج ولاحظ شاحنة بائع الخضار، الرجل الذي أهان والدته. الآن في الحاضر يرى الفتاة تستقل حافلة مرة أخرى. يتبع جين هونغ الحافلة. فجأة يصطدم بسيارات مركونة في الشارع ويجد شاحنة لمواصلة المطاردة. تعود له الذكريات. كان قد قاد شاحنة البائع وهو ثمل، واصطدم بروبوت الشرطة، ولاحقا عثرت والدته على الفتاة الميتة في السيارة. عندما وصلت إليها ظهر والد الفتاة وهربت، واصطدمت بدراجته النارية ومات على الفور. لحماية ابنها دفعت رشوة للضابط. بحلول الصباح لم يتذكر جين هونغ شيئا. الآن بدأت ترجع إليه الأحداث كاملة، وهو يصطدم مرة أخرى بروبوت آخر للشرطة. عالقا تحت الشاحنة المقلوبة يرى الفتاة الميتة تقترب. أشعلت عود ثقابة بالقرب من الوقود المتسرب. استعد جين هونغ للموت، لكن صراخ والدته قطعه. ركعت أمام الفتاة تتوسل لإنقاذ ابنها وتلوم نفسها. نجى جين هونغ من الحادث وتوسل للمغفرة. دخل في طريق شاحنة واستعد للموت، لكن الفتاة اشتعلت فيها النيران. انفجرت الشاحنة دافعة جين هونغ جانبا. مرت السيارة بجانبه. رفع رأسه فرأى جثة والدته تلتهمها النيران. لاحقا مثل جين هونغ أمام المحكمة بتهمة قتل الفتاة، اعترف طواعية مستعدا لمواجهة العدالة، رافضا الاستئناف. اعترف بأن والدته ماتت أيضا بسببه، لأنه تردد متجاهلا تحذيراتها. فكرت لي سو ضابط المخابرات، هذه المرة لم يجلب الضحايا الذين أعيدوا إلى الحياة العدالة، بل المغفرة. إلى هنا تنتهي قصة الفيلم. أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك. إلى ملخص آخر إن شاء الله.